ازاي نرجع الشغف؟ اربط الشغف بدافع داخلي مش خارجي. اللي حابب شغله غير اللي بيشتغل عشان الفلوس، اللي بيحب مراته غير اللي عايش معاها عشان العيال، اللي بيحب المادة غير اللي مضطر يذاكرها عشان يمتحن. لو ركزت في اهدافك الخارجية بس، شغفك الداخلي هينطفي مع الوقت. في الدراسة دي لقوا انك ممكن تستغل الافكار اللي بتدور جواك في انك تزود الشغف. يعني في حوارك الداخلي بينك وبين نفسك، لو بتفضل تقول انا بكره الشغل بكره الشغل بكره الشغل، الفكرة دي هتترسخ جواك وتلاقيها بتجيلك لوحدها كل ما تروح الشغل، فتلاقي نفسك بتكرهه فعلا. في حين ممكن تعمل العكس. الافكار الايجابيه التلقائيه عن النشاط البدني زودت من ممارسته فعليا. اللي بيقول لنفسه ان الرياضه بتحسسني بالانجاز وبتديني طاقه وتخليني اسعد او تخلي شكلي اصغر، غير اللي بيقول لنفسه انها نشاط ممل او متعب ويا عم الكنبه احسن. شوف انت بتكلم نفسك ازاي، واربط موضوع الشغف بهدف داخلي مهم بالنسبه لك مش هدف خارجي. ركز في الاهداف والمشاعر الداخليه وجددها وبدلها وغيرها عشان تجدد الشغف.